لو وقفتك كده لمدة 10 ثواني وسألتك يعني ايه كلمة ادمان، هترد عليها تقول لي ايه؟ حاجه مش هتعرف تبطلها، وكل ما تحس بتوتر هترجع لها. يعني حاجه ما اقدرش ابطل انا اوقفها، يعني حاجه مضره ما اقدرش ابطلها. ان هي حاجه بتديك سعاده لحظيه، بتخليك ان انت محتاج الحاجه دي بشكل مستمر. طيب لو قلت لك بقى قول لي مظهر كده من مظاهر الادمان، ايه اول حاجة هتيجي في بالك؟ بنسبة كبيرة هتكون المخدرات. لو قلت لك دلوقتي تفتكر مصر هي رقم 1 في ادمان ايه عربيا ورقم 18 عالميا؟ هو اللي جه في دماغنا ده. البورن. اكيد الاباحيه يعني الاباحيه. بس هل كنت تعرف بقى ان مصر رقم 18 عالميا في مشاهدة الافلام الاباحية، ورقم 1 في الدول العربية في مشاهدة الافلام دي، وبعدها الجزائر والسعودية؟ واحد من اشهر المواقع المتخصصة في انتاج الافلام دي نزل احصائيات بتقول ان بيجيله اكتر من 42 مليار زيارة في السنة الواحدة، بمعدل اكتر من 100 مليون في اليوم الواحد. واحدة من كل 4 عمليات بحث بتتم على جوجل ليها علاقة بالمواقع دي، وللاسف واحد من كل 8 شباب انت بتشوفهم في الشارع غالبا هيكونوا اتعرضوا ان هم اتفرجوا على الافلام دي، وللاسف اكتر 4 من كل 10 بنات هيكونوا نفس الموضوع. بس هل عمرك جه في بالك السؤال ده؟ رغم ان العاده دي مضره جدا وحرفيا بتتلف خلايا مخك، ومنظمات الصحه العالميه عارفه ومصرحه بكده، طب ليه لحد النهارده ما حدش قدر يوقف الصناعه دي او يمنعها؟ ليه مفيش هاكر واحد قال يا جماعه انا اللي هوقف الموضوع ده؟ وايه اللعنه اللي خليها الصناعه دي مستمره لحد يومنا هذا؟ ولا هو الموضوع اكبر من شويه سيرفرات عليها شويه فيديوهات؟ وده اللي هنجاوب عليه في فيديو النهارده. مشروبك المفضل ويلا بينا. معلش هيضيع كام ثانيه من وقت. تخيل ان انت ممكن يجيلك عملاء من غير ما تبذل مجهود في التسويق. ده بالظبط اللي حصل معايا لما بطلت ابعت شغل في لينكات درايف او مواقع عشوائيه تخلي العميل مشتت، وعملت بورتفوليو احترافي يعرض شغل صح. المشكله هنا بقى ان 90% من الفريلانسرز بيضيعوا على نفسهم فرص شغل تقيله عشان بس مش قادرين يعرضوا شغلهم بشكل كويس ومنظم. وخلي بالك ان العميل بيحكم من اول نظره، ولو شاف بورتفوليو محترم ليك بتعرض عليه شغلك بشكل احترافي فرصه ان هو يشتغل معاك بتتضاعف. وانا هنا بقى سبب ان اساعدك انك تبني البورتفوليو الاحترافي ده يخلي شغلك يبان صح ويجيب لك كمان عملاء. لو انت مونتير او مبرمج او مهندس، او حتى لو كنت صاحب شركه ومحتاج صفحه هبوط او لاندنج بيج تعرض عليها خدماتك وتخلي العميل يشتري منك وهو مطمن، ابعت لي دلوقتي على الرقم ده او اللينك اللي موجود في البايو. ويلا سيبكم على الفيديو. يا هلا يا هلا يا هلا، وحشني جدا والله العظيم. طيب بصراحه كده دي واحده من الحالات الجريئه اللي انا كنت متردد اعملها هنا على القناه، بس بعد الاحصائيات اللي انت اكيد سمعتها دي انا كان دايما بيدور في بالي سؤال واحد: ليه الصناعه دي قايمه لحد النهارده برغم اضرارها؟ وليه حتى في الدول الاسلاميه زي حالتنا مش مانعين الموضوع ده فيها؟ وبعد شويه بحث وتدوير للاسف لقيت الاجابه، وحبيت ان انا اشاركها هنا معاكم. الصناعه دي حرفيا ما عتقتش حد، من شباب في سني لاطفال عندهم 8 و9 سنين لحد رجال عندهم 40 و50 سنه ومتجوزين ومخلفين ولسه عندهم الادمان ده. انتوا متخيلين؟ ناس متجوزه ومخلفه ومتاح لهم حلال ربنا ومع ذلك مدمنين على القرف ده. وده خلينا ما نستغربش ان مصر رقم 1 في الدول العربيه في مشاهده المحتوى ده، ومن اول 20 دوله عالميا. موضوع كبير ويحزن بجد. بس احنا النهارده مش جايين نتكلم في اضرارها وحرمانيتها الواضحه جدا لاي بني ادم عاقل، وقد ايه هيدوس حياه البني ادم كلها حرفيا. ربنا يعافينا ويعافيكم. بس انا النهارده جاي احلل الموضوع من ناحيه تقنيه بحت، وده اللي بنعمله هنا في قناتنا، وجاي ارد على الاسئله اللي طرحتها في اول الفيديو. وخلينا نرد على اول سؤال: هل فعلا مفيش حد قدر يخترق المواقع دي قبل كده؟ الحقيقه ان في ناس كتير عندها مفهوم غلط، وهي ان فاكره ان المواقع دي موجوده لحد النهارده لان مستحيل حد يخترقها، او لان مفيش حد اصلا حاول يوقفها او يمنعها. لكن لو جيت ابحث في الموضوع اكتشفت ان الموضوع مختلف تماما. لان لو رجعنا لورا شويه وبصينا على تاريخ الانترنت هتلاقي تقريبا مفيش نوع من المواقع الا وتعرض لحالات ايقاف او حجب او اختراق، سواء بنوك او شركات ضخمه، منصات تواصل اجتماعي والمؤسسات الحكوميه، وحتى المواقع الاباحيه نفسها. عشان كده اول مفهوم عندنا غلط ولازم نصححه هي ان فكره ان محدش قدر يخترق او يوقف المواقع دي فهي فكره غير صحيحه تماما. على مدار سنوات طويله حصل اختراقات وتسريب بيانات لعديد من المواقع، وفي بعض الحالات تم تسريب معلومات المستخدمين بالكامل، وده سبب مشاكل ضخمه للناس اللي كانت مسجله على المواقع دي. والموضوع ما وقفش عند الاختراقات وبس، كمان دول كتير حوالين العالم قدرت تحجب وتمنع مواقع او تمنع الوصول ليها بشكل كامل، وفي دول فرضت قيود صارمه على النوع ده من المحتوى. في مواقع بالفعل اتقفلت واختفت او خسرت كتير من جمهورها بسبب القرارات دي. يعني من البدايه كده نقدر نقول المحاولات موجوده بالفعل، فسؤال ان محدش قدر يخترقها او يوقفها ده سؤال مغلوط. المفروض تساله بقى هو ان اذا كان المحاولات دي موجوده فعلا ليه لحد النهارده لسه بنشوف المواقع دي، وليه الصناعه دي موجوده ومستمره؟ وهنا بقى بنوصل للجزء اللي اغلب الناس مش بتفكر فيه. والحقيقه ان الاجابه مش بسيطه زي ما كل الناس متخيله، لان اغلب الناس لما تسمع موقع على النت بتتخيل ان شويه اكواد وارفع على السيرفر وشكرا. لكن بقى لما نيجي نتكلم على المواقع الضخمه في المجال ده احنا هنا مش بنتكلم على مجرد موقع، احنا بنتكلم على مجموعه شركات، واحيانا شركات ضخمه جدا، شركات عندها موظفين ومبرمجين ومهندسين شبكات ومهندسين امن سيبراني ومحللين ومحاميين ومديرين وبنيه تحتيه كامله شغاله من ورا الكواليس. فخلينا اديك مثال بسيط: لو انا وانت النهارده عملنا موقع صغير وحطيناه على سيرفر وحصل ضغط كبير عليه او عدد زوار يصيروا بشكل مفاجئ،
تفاجئ، او يا عم حد حاول يعمل دوس اتاك او سبام او ايا كان نوع الهجمه، بنسبه كبيره الموقع هيقع وممكن يفضل واقع بالساعات وبالايام. لكن بقى على الناحيه الثانيه في المواقع العملاقه فهي مش بتشتغل كده اصلا. المواقع دي بتكون موزعه على عدد ضخم جدا من السيرفرات وفي اكتر من دوله واكتر من مركز بيانات، وفي انظمه كامله هدفها ان الموقع يفضل شغال حتى لو جزء من الشبكه وقع بالكامل. يعني لو سيرفر واحد فيه مشكله ففي سيرفر تاني بيستلم مكانه، ولو في مركز بيانات كامل خرج عن الخدمه في مراكز تانيه تقدر تكمل الشغل، ولو حصل ضغط مفاجئ من ملايين من المستخدمين السيستم كله بيتعامل مع الموضوع ده تلقائيا. وعشان كده اسقاط موقع بالحجم ده مش سهل زي ما الناس متخيله. ولكن خلينا نفترض ان هاكر مثلا عبقري وقدر يوصل للنظام، ايه اللي هيحصل او ايه اللي ممكن يعمله؟ في اغلب الحالات هيقدر يسرق بيانات، يوصل لبعض الانظمه الداخليه، وممكن يسبب عطل مؤقت، وده بالفعل حصل اكتر من مره. ولكن ده لا يعني ان الموقع اختفى، لان الشركات دي عندها نسخ احتياطيه موزعه على عدد كبير جدا من السيرفرات زي ما قلنا، وعندها كمان خطط طوارئ، وعندها فرق متخصصه للتعامل مع الهجمات السيبرانيه اللي زي كده، وفي شركات كامله شغاله عندها هدفها ان هي تساعد المؤسسات ان هي ترجع انظمتها للعمل بعد الهجمات الالكترونيه. يعني حتى لو حصلت ضربه قويه غالبا هيكون في خطه للتعافي. لكن برضه كل ده مش هو السبب الرئيسي. السبب الحقيقي هو الفلوس. الفلوس يا صاحبي، الفلوس اللي بتحرك كل حاجه في عالمنا ده. وصدقني لما تبص للموضوع ده من نظره اقتصاديه بحته هتفهم ليه الصناعه دي مستمره لحد النهارده. لاننا مش بنتكلم عن موقع بيكسب من شويه اعلانات كل شهر، احنا بنتكلم عن صناعه بتحرك فيها مليارات الدولارات، وفيها شركات استضافه وشركات اعلانات وشركات دفع الكتروني وشركات انتاج وشركات تقنيه والاف الموظفين وعشرات من الاف الناس اللي مصدر دخلهم بيرتبط بشكل مباشر او غير مباشر بالصناعه دي. وطالما في فلوس بالحجم ده يبقى في استعداد لصرف فلوس اكتر للحفاظ عليها. بمعنى ابسط، لو موقع صغير عنده ميزانيه $1000 للحمايه، فشركه بتدخل ملايين او مليارات الدولارات سنويا مستعده انها تصرف اضعاف الرقم ده. ممكن توظف افضل خبراء الامن السيبراني، وممكن تستعين بشركات امن متخصصه، وممكن تعمل اختبارات اختراق بشكل دوري، وكمان ممكن تدفع الباحثين الامنيين عشان يبلغوا عن الثغرات قبل ما اكتشافها المهاجمين. يعني باختصار كده في جيش كامل شغال عشان يمنع الاختراق قبل ما يحصل اصلا. لكن برضه حتى التكنولوجيا والفلوس مش اخر القصه، في عامل ثالث مهم جدا وهو مفهوم الانترنت يا صديقي. الانترنت بطبيعته مش موجود داخل حدود دوله واحده، ممكن الشركه تكون مقرها في دوله وسيرفراتها في دوله ثانيه اصلا، والعملاء بتوعها في عشرات الدول المختلفه، وده بيخلي عمليه الاغلاق الكامل اصعب بكتير مما تتخيل. لان اللي يعتبر مخالف للقانون في دوله ممكن يكون قانوني في دوله ثانيه عادي، واللي بيتم حجمه في مكان ممكن يفضل موجود في مكان ثاني عادي برضه. وعشان كده الموضوع مش ضغطه زر من حكومه او مؤسسه مثلا، الموضوع عباره عن شبكه ضخمه جدا من الاموال والتكنولوجيا والصناعه والقوانين والمصالح، وده السبب الحقيقي اللي بيخلي الصناعه دي تستمر على الرغم من كل المحاولات اللي حصلت في اختراقها في كل السنين اللي فاتت دي. ففي النهايه انت مش بتواجه موقع، انت بتواجه صناعه كامله. بل وفي بعض الحالات كمان الشركات دي مش بتستنى الهاكرز يهاجموها اصلا، هي بنفسها بتروح تدور على الثغرات دي قبل المهاجمين، وده بيتم من خلال حاجه اسمها الباج باونتي بروجرام او برامج مكافاه الثغرات. وده بالمناسبه مش موجود في الصناعه دي، ده موجود في اي شركه عالميه. فكرتها ببساطه ان الشركات دي بتروح للهاكرز وتقول لهم لو لقيت ثغره عندنا وبلغتنا بيها بشكل قانوني هناخد الثغره ونصلحها ونديك مكافاه ماليه كبيره. احيانا المكافآت دي بتوصل لالاف الدولارات بل وعشرات الالاف من الدولارات حسب خطوره الثغره دي. فبدل ما الشخص يحاول يستغل الثغره بشكل غير قانوني يبقى عنده طريق قانوني يحقق منه دخل ويحافظ على مسارته المهنيه. وده معناه ان الشركات دي مش بس بتدافع عن نفسها، دي كمان بتستخدم خبرات المجتمع الامني كله تقريبا عشان تقوي انظمتها باستمرار. وعشان كده لما تجمع البنيه التحتيه القويه مع فرق الامن السيبراني مع النسخ الاحتياطيه مع الاموال الضخمه مع الباك باونتي هتفهم ليه الموضوع اكبر من مجرد هاكر قاعد قدام الكمبيوتر بيحاول يهكر موقع، لان الطرف الثاني عنده امكانيات ضخمه جدا للدفاع عن نفسه. طب هل في يوم من الايام المواقع دي ممكن تختفي تماما؟ نظريا ممكن، لكن في المواقع الكبيره زي ما ذكرنا للاسف الموضوع شبه مستحيل، لان طالما في طلب من المستخدمين وطالما في ناس مستعده تدفع فهيظهر بديل جديد. ودي مش قاعده خاصه بالغطاء الاباحي فقط، دي قاعده موجوده في معظم الصناعات الرقميه على النت. فالحل يا صديقي مش المواقع دي تتقفل، الحل الحقيقي بيبدا من عندنا احنا، ان نستعين بالله سبحانه وتعالى ونجاهد نفسنا ونحاول بقدر الامكان نبعد عن العادات السيئه دي، لان مهما كانت المتعه واصل فين فده دوبامين مؤقت واضرارها على الانسان اكبر بكتير مما تتخيل، سواء على دينه او على نفسيته او علاقاته او حتى وقته وتركيزه. ونصيحه مني حاول تبعد على اي حاجه توصلك للطريق ده من الاساس، سواء صفحات او حسابات او مواقع او محتوى انت عارف ان هو هيجرك للموضوع ده. وحاول بقدر الامكان تشغل وقتك، لان الفراغ هو العدو الحقيقي ليك. اتعلم مهاره جديده، انزل شغل، انزل الجيم، اعمل اي حاجه مفيده تشغل بيها وقتك وعقلك، وافتكر ان كل مره بتقوم فيها نفسك فانت بتبني نسخه اقوى من نفسك. وربنا سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فاستعن بالله وخد بالاسباب واياك تفقد الامل ابدا. عسى ان الفيديو ده يكون حد بيبدا خطوه جديده للافضل. عافانا الله واياك. ولو كملت لحد هنا فانا حابب اشكرك جدا ومستني اشوف تعليقاتكم، لان ان شاء الله بتاخد افكار من التعليقات الفتره الجايه. وبما اننا خلاص فركش امتحانات فانتظروا ان شاء الله فيديوهات كتيره جدا جايه. ولو انت بقى مهتم بمجال البرمجه ومش عارف تبتدي منين فالفيديو ده هيكون دليل ليه، لاني حرفيا جبت لك بالمصادر تبتدي منين وازاي. ما تنساش انك تبص عليه، واتمنى ان انت لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتسيب كومنت تحت كنوع من دعم المحتوى. وبس انا خلصت، سلام.